مواقف الناس الطيبين لازم نشوفها مع بعض عشان أنا مش هتشل لوحدي. لازم انتوا كمان تتشلوا شوية معايا. ومرة كنت مفصلة عباية عادي، حتة قماشة اشتريتها وفصلتها وجيت لبستها علشان أروح مشوار. لقيت صاحبتنا واقفة عاملة كده، جالها انحراف في الزوايا، عينيها بقت عاملة زي العربية اللي عايزة ظبط زوايا، بتحدف شمال وبتحدف يمين، ودنتها مزبهلة لمدة ربع ساعة. صراحة أنا خفت عليها بس قلت يا بنتي سيبيها. صاحبتنا اللي جنبيها في مرة تانية كان جايلي ضيوف، بس كانوا راكبين عربية اللي هي آخر موديل. وطبعا أنا قلت لهم حبايبي أنا عازماكوا على أكلة سمك ب1000 جنيه، أنا لازم أخد لفة بالعربية. معقولة يعني أتعب وأقف وأصرف ما تدونيش حتى لفة بالعربية الحلوة دي؟ بصراحة ما كانتش عربية، كانت طيارة. المهم خدت العربية لفة وبصيت لقيت صاحبتنا جالها صدمة عصبية. أقسم بالله عملت كده ودنتها متصلبة مكانها، وكانت قاعدة قامت هوب واقفة. أنا قلت الولية هيجرى لها حاجة، خفت خفت عليها، ما برضه تهمني. رحت جاية واقفة بكل إنسانية قصاد سلمها بالعربية وقلت لها وربنا ما بتاعتي، اقسم بالله ما بتاعتي العربيه دي، ما بتاع ده انا واخداها لف. برضه الوليه مزبهله عامله كده، حسس عليها. يا نهار اسود، النبض وقف ولا ايه؟ يا لهوي إيه اللي جرالك يا حاج؟ ابوس ايدي، ده مش عربيتي وربنا ما عربيتي. اشاور علشان عينيها تتحرك ابدا ما فيش. يا نهار اسود الوليه جرالها ايه؟ انا جبت لها صدمه عصبيه وعملت لها موتة فوريه؟ لا 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 لا، كل ده علشان عبايه تفصيل وعربيه مش بتاعتي. مواقف الناس الطيبين. خش على اللي بعده. في مرة كنت طالبة في أولى جامعة وماشية في الطريق لا بيا ولا عليا، كنت في مشوار وراجعة مروحة بيتنا ومعرفش إن الست خيبتنا هتقف في طريقنا. لقيت الست خيبتنا واقفة في الطريق وبتقولي ما تمشيش من الناحية دي. اتفاجئت قلت لها مين انتي؟ قالت انا قريبتك فلانة الفلانية. قلت لها حصل لي الرعب والخضة وكل حاجة، امشيش من هنا ليه؟ هو في هنا عقارب وتعابين؟ قالت لي لا، اصل الاستاذ خاطب الاستاذه والاستاذه واقفه تركبه على الطريق. قلت لها طب وانا مال امي؟ واحده وخطيبها واقفين يركبوا وانا ماشيه على الطريق، انا ايه دخلي في الموضوع؟ قالت لي لا ما تمشيش من جنبهم، امشي من البر التاني. قلت لها ليه يا حاج؟ هو انا لا مؤاخذه يعني انا مالي ومالهم؟ انا لا اعرفك ولا اعرفهم ولا ليا علاقه بيهم، امشي من الناحيه التانيه ليه؟ عملت ايه؟ قالت لي هو كده وخلاص. قلت لها لا اديني تفسير منطقي وقولي لي ايه السبب. قالت لي السبب بقى بصراحة انا مش عايزاكي تعدي على خطيبها ويشوفك احسن يغير رأيه ويسيبها. قلت لها نعم. انت بتقولي ايه يا حاجة؟ طب وانا ايه علاقتي بالقصة دي؟ انا ست ماشية في الطريق ماليش دعوة بأي حد، انا مالي يا ستي. المهم ايه، لقيت الست واقفة وبتزقني ما انتيش ماشية من هنا. قلت لها لا، ده انا همشي وهل خلي كل الدنيا تبص عليا وانا ماشية. عملت حركة جننتها وخليت كل الدنيا بصت عليا، مع ان ده ما كانش في النية. ومع الأسف خطيب الست سابها، والست برضو دي بعد ما اتجوزت ما حصلش لها نصيب وما اتجوزتش بعدها تاني. انا ذنبي ايه؟ بتحشروني في قصص مش قصصي ليه؟ كل ده من الناس الطيبين ولسه احنا مستمرين.